السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكرة مع صبري. طبعا الحدث الأهم والأبرز في كرة القدم المصرية هو لقاء الغد الذي يجمع بين مباراة أو بين أهم فريقين في القارة الأفريقية، هم الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي. طبعا هنتكلم عن مباراة الغد، وهن هنناقش مع بعض أهم الأحداث وأبرز الغيابات في كلا الفريقين. بس طبعا قبل ما نتكلم هنطلب من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير علشان يصلك كل جديد عن القناة. طبعا الأهلي بيدخل المباراة برصيد 31 نقطة من 13 جولة، فوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 لقاءات. الزمالك بيدخل المباراة برصيد 26 نقطة من 7 لقاءات، فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة. طبعا لقاء الغد ليس له أي توقعات، ما ينفعش نتوقع لقاء الأهلي والزمالك. دايما احنا يعني لما يكون الأهلي فورمة والزمالك مثلا في كبوة، بنلاقي في ماتش القمة عكس سير المباريات الماضية. يعني الأهلي جاي من فوز، مثلا من فوز سموحة، والزمالك جاي من هزيمة من بيراميدز في الكاس. فطبيعي ان الروح المعنويه للاعيبه الاهلي اعلى، وطبيعي ان الروح المعنويه للاعيبه الزمالك اقل، لان الزمالك مش ماتش بيراميدز بس، لا ده في 4 جولات او 5 جولات قبل ماتش بيراميدز ما فازهمش. الزمالك ما فازش في 2023. فطبعا يعني ثقه لعيبه الزمالك يعني اقل. ولكن مباريات القمه ما ملهاش حسابات بالطريقه دي. يعني انت خايف من الزمالك وهو وحش، واقلع على الزمالك وهو حلو. ايه ده يا عم، انت بتقول ايه؟ ايوه، اقرب مثال بطولة السوبر كانت في الامارات. الزمالك كان رايح المباراة، طبعا هو حصل على كاس مصر وواخد الدوري فمنتشي. ايه اللي حصل؟ الزمالك داخل المباراة بسقف الطموحات عالي 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 عالي، خسر المباراة عادي خالص. كان المدرب مش في حالته، معظم اللعيبة مش في حالتهم، فالثقة كانت زايدة. يعني احنا ممكن ننزل نلعب من غير خطة. فطبعا الزمالك اتهزم في المباراة دي. المباريات اللي قبل كده، مباراة الزمالك والاهلي كانت في كاس مصر. الزمالك كان بيلعب الاهلي بالناشئين وفاز 2-0. في الدوري كان برضو الزمالك اتغلب في الموسم في الدور الاول 5-3، وفي الدور الثاني كان فايز 2-1 لحد الوقت الضايع والاهلي تعادل فيه. فمباراة ليس لها اي توقعات. هنتكلم عن ابرز غيابات الزمالك في المباراة دي. احمد فتوح، واحنا برضو يعني بنتساءل هل غياب احمد فتوح عن مباراة الاهلي غياب فني ولا اصابة؟ ما نعرفش، لان احمد فتوح ما شاركش في اخر 3 مباريات للزمالك. ف ما نعرفش عدم او استبعاد احمد فتوح من القايمة سببه ايه. ان هو عدم الجاهزية مثلا للمباراة، الله اعلم. فاحمد فتوح، عبد الله جمعة، طبعا ابراهيم نضاي لسه في المرحله الاخيره من التاهيل، او يعني هو يعتبر خلص التاهيل بالفعل، بس لسه يعني الرتوش الاخيره حول مشاركته في المباريات القادمه. وطبعا ما ينفعش ان انا يعني اجيبه من الدار للنار،
ما ينفعش ان انا يكون هو قاعد الفتره دي كلها واجي انزله في مباراه زي مباراه الاهلي، ضغط زي ما كان لعب مباراه الزمالك مع الهلال في استاد لوسيل. فدي الغيابات او ابرز الغيابات في الزمالك، بالاضافه لمحمود حمدي الونش اللي طبعا لسه بيتاهل من بعد العمليه اللي خضع لها. اما غيابات الاهلي، غيابات الاهلي بنقسمها لشقين: غيابات مؤكده، وهي طبعا اكرم توفيق زي ما احنا عارفين، كريم فؤاد للتعرض للاصابه، محمود متولي للحصول على الانذار الثالث، وطبعا وياسر ابراهيم للاصابه. اما الغيابات المحتمله، يعني اللي هي ممكن ندفع بيه او مثلا ما ندفعش بيه: عمرو السولية طبعا للتعرض للإصابة أو الإجهاد في الفترة الأخيرة، وكان بيعمل النهاردة فحص طبي، وطبعا بعد إجراء الفحص الطبي عليه هيتأكد جاهزيته بالفعل، أو يعني شفائه 100% إن هو ممكن يشارك أو ما يشاركش. حمدي فتحي برضو علشان تعرض في المباراة الأخيرة أمام سموحة لإصابة في الكاحل، وعلى أثرها طبعا هيكون يعني الأمل ضعيف إن هو يشارك في مباراة الزمالك. محمد عبد المنعم طبعا هو كان اتعرض لإصابة من فترة، وطبعا يعتبر تمثل للشفاء، بس مش برضو في يعني ايه شكوك حول مشاركته في مباراة الزمالك او لا. بالاضافة ان هو ممكن يشارك، لان محمود متولي وياسر ابراهيم مش موجودين، فمش موجود في الدفاع غير رامي ربيعة بس بالنسبة للاهلي. بيرسي تاو برضو عدم الجاهزية، يعني كان عنده إصابة في العضلة الخلفية، وطبعا لم يتمثل للشفاء بنسبة 100%، فيستبعد مشاركته في مباراة الزمالك. وبرونو سافيو اللاعب البرازيلي، وده كان برضو عنده إصابة في الركبة، ولم يشارك في مباراة سموحة الماضية، فمن المحتمل عدم مشاركته في مباراة الزمالك. ومن هنا طبعا رسالة للاعب الزمالك ولمدرب الزمالك مستر فيريرا: لازم تاخد المباراة بطابع الجدية وعدم الاستهتار وعدم التهاون من اللعيبة. وطبعا الأهلي بيلعب، انت مش هتلاقي مباراة أسهل من دي. ده في وجهة نظر ان الأهلي فريق كبير ولكل الاحترام والتقدير، احنا بنحترم الصغير قبل الكبير. وطبعا جماهير الأهلي عشان برضو محدش يزعل مني، لأن أنا صحابي كلهم أهلاوية، فاحنا بنتكلم في يعني أمور فنية. لاعب الاهلي او فريق الاهلي مش مكتمل بنسبه 100%، يعني مش الباكات مش موجودين، مش موجود غير علي معلول. اكرم توفيق غايب زي ما قلنا. طبعا الغيابات المؤثره: حمدي فتحي، عمرو السولية لم يتاكد ان هم ممكن يشاركوا او ما يشاركوش بنسبه 100%، فطبعا يعني يعتبر خط الدفاع بالنسبه للاهلي هيكون ضعيف، خط الوسط ايضا هيكون ضعيف. يعني الاهلي لو الزمالك ضغط على الاهلي من الثلث الامامي هيسبب مشاكل كبيره للاهلي، وممكن الزمالك في الشوط الاولاني على الاقل ممكن يحرز هدفين، لان الاهلي يعتبر الشق الامامي بس بالنسبه مثلا متمثل في حسين الشحات، قفشه، المهاجمين على حسب او مثلا طاهر، محمد شريف او حسين، او اسمه ايه المهاجم مش متذكر معلش، شادي حسين اسف. فدي الشق الامامي للاهلي هو اللي يعتبر مكتمل بنسبه كبيره. اما خط الوسط والدفاع في غيابات كتيره وغيابات مؤثره للاعيبه كبار ومؤثرين، فالزمالك لو لعب على النقطه دي ممكن يحسم المباراة من الشوط الأول. دي وجهة نظري، وأتمنى التركيز وأتمنى التوفيق والمباراة تطلع بشكل كويس، وربنا يستر من الحكم اللي هم جايبينه، لأن طبعا يعني سمعته وحشة.
احنا قرينا عنه اخبار امبارح، يعني ما ينفعش ان انا اقولها في القناه عشان برضو الاخوه اللي هيتفرجوا، يعني ربنا يستر بس، والمباراه يعني تطلع لبر الامان وتخلص بشكل كويس وشكل حضاري يليق بالفريقين. لان طبعا المباراه دي يعني الكل بيتفرج عليها، مش مصر بس، العالم العربي كله. فنتمنى المباراه تطلع بشكل يعني يليق، وان شاء الله باذن الله الفوز للزمالك. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.